السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، دمتم بألف خير. قصتنا اليوم قصة حقيقية. السلام عليكم. قصتنا عن واحد وأنا كنت رايح أصلي، يقول وأنا كنت في الجامعة أصلي، يقول إنه أبوه ما يقعد معه ولا حتى دقيقة أو دقيقتين. يقول له دائما جبت هذا، لما يتصل لي يغلق الخط في وجهي. هذا على خالد، وأنا داري إنه الوالد يحبني، بس أشتي يطول معي بالكلام تلفون. ويقول كثير من الآباء يتصل لابنه ويسأل عليه ويطمن عليه، إلا هذا أبويا مدري إيش اللي فيه. إذا اتصل ابنه ما يبغى يكلمه ولا يطول معه بالكلام، ولما يكلم خواتي يطمن عليهم، هلا كيف أنتم، عساكم طيبين، عساكم بخيرين. إلا أنا لما يتصل ما يكثر معي بالكلام، يغلق التلفون بوجهي. وترى إنه الابن ضروري تتكلم معه باحترام مهما كان. ترى إن السعادة ما هي بالفلوس، فالآباء لهم دور كبير إنهم يخلوا الأبناء يبرون فيهم. القصة حدثت في السعودية، فالقصة محزنة فوق ما تتخيلون. خالد لما وصل عمره 18 سنة انتقلوا من حي إلى حي آخر. لما كان في الإعدادية انتقلوا لحي ثاني، ويبغى يأخذ ملفه من المدرسة إلى الحي الآخر. وجاب الملف عند خالد في غرفته، وكان نهاية آخر الأسبوع. وقعد خالد يشوف شهاداته ويشوف ويش كم درجاته. يوم ما فتح شهادة الميلاد يشوف شيء غريب، وكان عيونه يندهش خالد. واسم الأم ما هي اسم أمه الذي في البيت، وكانت أمه من الجنسية الإماراتية. وقال خالد سكر الملف وانتظر لأبوه، وإن أمه في البيت ولا وعى على الدنيا إلا وإن مرت أبوه إن أمه، ما هو داري من أمه، وعنده أخوان وخوات. وقال عند أبوه يكلمه، وقال خالد لأبوه فتح شهادة الميلاد ولقى امرأة غير اسم أمه الذي في البيت. وقال خالد أول مرة أبويا طول صوته علي من يوم ما ولدت على هذه الدنيا. قال غلق الملف وقام يصارخ علي. وقال وأنا كنت في السن هذا، وكان الموضوع يشتغل على راسي، واشتي يعرف مين أمه. ورجع أبوه قال له بعد يومين، قال يا ولدي هذا خطأ من المستشفى وبنعدله. ولكنه خالد بدأ عنده يبحث من أمه. وأخوه كان اسمه محمد، وأخته نوف. وجلس يبحث بينه وبين أخوه محمد 6 أشهر، وقعد يبحث. وأخوالي يسمون أمي أم محمد، ما يسموها أم خالد. وخالد الكبير أكبر من محمد، ما بيني وبين أخي محمد إلا 6 أشهر. وبدأ يفكر وبدأ يناظر بينه وبين أخوه محمد، ما في شبه كثير.
وأخوالي يحبون محمد أكثر مني. وقال خالد تفاجأت إنه في أشياء غريبة وأنا ما كنت أشوفها، وكل ما جاء يسأل أمه وأبوه ما يلقى أي جواب. جلس يسأل تقريبا سنة. وضروري لما يجي لك أخ ثاني ضروري يكون أقل شيء سنة. يجلس يبحث ويجلس يناظر ما لاقى أي تفسير. وقعد تقريبا سنتين وقاعد يبحث وخايف إنه أبوه جابه من أحد الملاجئ. وخالد قال كنت أهتم بنفسي وكان فيني هم وغم لين ما جاء هذاك اليوم وأمه تصلي العشاء وجلس يبكي وعند ركبها وجالس يبكي ومقهور. ولين ما شافتني أبكي قامت تبكي أمي. قال أنا عند الله وعندك ويش الذي بشهادة الميلاد واشتيك قولي لي الحقيقة. بكت لين ما هذا وقامت تحضني وقالت له أنا تزوجت بأبوك وما رزقنا بأبناء، وراح تزوج من البلد الإمارات وحملت زوجته وحملتنا بنفس السنة. يوم ما جت أمك ولدت حطيتك بالمستشفى وراحت ولا عد رجعت، وأني رحت شليتك من المستشفى وأبوك جاء واشتي يدي مربية فلبينية وأني حلفت ما تتربي يا خالد إلا مع محمد أخوك. أبوك فلان الفلاني وأمك إماراتية هي الذي تركتك وهربت. قال خالد والله إني مرت أبي ربيتني أعظم ما أم تربي ابنها، وبدين وبأخلاق ربتني تربية صالحة. وقال له أبوه ما أعرف عن أمك إلا الاسم هذا. وقام خالد يبحث عن أمه. خالد يبغى أمه يبغى بر فيها، وكان سنه 20 سنة وهو في عام 2018. راح عند الهيئات الطبية الذي تساعد بلم الشمل ويدورون الأم المغتربة أو الذي في خارج البلد. قام يشرح قصته للذي بالهيئة وأعطاها هذا، وقام الذي بالهيئة يبكي من القصة هذه. وأخذوا المعلومات وأخذوا كل شيء. وبعد تقريبا 3 أيام أو 4 أيام اتصلوا له من الهيئة قالوا له عثرنا على أمك وعثرنا على رقمها. ويوم اتصلوا عليها قالوا له السلام أنت فلان الفلاني؟ قالت أيوة. وردت عليهم وقالوا له أنت عندك ولد اسمه فلان الفلاني خالد. الأم تبعثرت وما رضت تتكلم بأي كلام، وقامت انقطعت الخط وقالت برجع أكلمكم بعد شوية. وسمعها مدير المركز وقالت قال أمك ما تبيك ولا بي تشوفك ولا بي تعرفك، خلي عند أبوه أني ما أبي أشوفه ولا أعرفه، والمعلومات الذي عند الولد إلا رقم التلفون ويبي يبحث عنها. وجاء 2019 صدر قرار من الإمارات أي واحد أمه إماراتية يأخذ الجنسية الإماراتية. ولما أبوه قام قدم لخالد ابنه على المحكمة
وخالد ما فرح على سب الجنسية، فرح على سب يشوف أمه في المحكمة، ما فرح لأجل يحصل على الجنسية. وأمه ما رضش تحضر المحكمة، وكلت خاله كان اسمه علي، وكان خاله يناظرنا بحقده ويقول ما عرفت أنا إلا لما جيت من الدولة تمنح الجنسية للذي هو إماراتية. خاله ما يدري إنه قبل 8 سنوات إنه كان خلى مدير المركز إنه يكلم أمه، ما هوش على سب الجنسية. وكان في المحكمة شروط إن الأم توافق على الجنسية على ابنها، هذا كان الشرط، تمنح الجنسية لما توافق الأم. وانتهت القضية هذه حق خالد، وما شاف أمه وما قابلوا له الجنسية، كان يروح لها للبيت وترفض تقابله. الجزء الثاني ليصلكم كل جديد، اضغط لايك والاشتراك بالقناة.